شفتم الفيفا وقلة أدبها عاوزة تفرض عقوبات على قطر بسبب ان في مشجع تونسي نزل ارضية الاستاد وهو رافع علم فلسطين اثناء مباراة فرنسا وتونس. ايوه، اصل ده مش علم المخرتقين اللي انتوا بتحبوه، عشان كده انتوا محروقين والبواسير بتاعتكم مساط. كمان في فيديو كده منتشر على الساحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده كان فيه واحدة اجنبية بتصلي في المسجد وهي عارية، ايوه لابسة البتاع اللي هو كده عامل زي قميص النوم بتاع الخروج ده. معرفش بقى المسمى بتاعه ايه، ولكن هو ده الوصف بتاعه. فالفيديو ده بصراحة جميل وشاغل الرأي العام كله، فبينا نفهم ونعرف كل التفاصيل. ولكن خلينا الاول نصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة. نبدأ فيديو النهاردة بالفتاة اللي كانت بتصلي عريانة في المسجد. الفيديو بتاعها منتشر على الساحة ومكسر الدنيا. كل واحد على مواقع التواصل الاجتماعي رافع الفيديو وكاتب عليه عنوان من وحي الخيال بتاعه. اللي يقول لك اصلها اسلمت، وفي ناس تانية بتقول لك اصل مشاعرها هي اللي تابت بس ما اسلمتش. كلام كده غريب الشكل وغريب اللون وغريب على الودان اصلا ان هي تسمعه، ولا القلب حتى ممكن يصدقه. كلام كده تحسه ان هو مش طبيعي. الكلام ده طالع من العاطفة الاسلامية، فمودينا في حاجات كده بتخلينا نصدق خرافات. كلام كده كتير اتقال غريب، ولكن احنا جبنا اهم عنوانين عمالين يتقالوا على الساحه. خليني اقول لك ان الحقيقه لحد الوقت ده محدش لسه يعرفها. والله زي ما بقول لك كده. الفيديو ده اصلا قديم وموجود على اليوتيوب بقاله اكتر من 4 شهور، ولكن بقى يشاء القدر ان الفيديو ده يظهر اليومين دول كده وينتشر. الاستنتاج الصحيح للفيديو ده ان انت ممكن مثلا تسمع ناس بتقول لك ايه، اصلا سمعت عن الاسلام وحبته فحبت مثلا تعمل زيه، لكن بقى بدون وعي وبدون سؤال وبدون ما تستشير اي حد. انا معاكم، الكلام ده ممكن فعلا يكون حقيقي وحد حكى لها عن الدين الاسلامي فقالت مثلا اما اخش اعمل زي ما هم بيعملوا. وارد جدا ان يحصل الموضوع ده. عموما يعني الفيديو ده جميل جدا من وجهة نظر المتواضعة، وربنا يهديها ويهدي الجميع يا رب. وربنا برضو يدلها على اول الطريق الصح، وربنا يصلح حالها. وندخل بقى في تاني موضوع معانا النهارده، وهو ان الفيفا بتفرض عقوبات على دولة قطر بسبب دعم القضية الفلسطينية واضطهاد المخرتقين اللي هم بيحبوه. ايوه يا جماعة، اياهم اللي بيحبوا يحطوا الفيشة الدجر في الفيشة الدجر اللي زيها. ما تسألنيش ازاي هم بيحبوا يعملوا كده، ولكن خليني اقول لك ان الفيفا ما تعرفش تعمل اي حاجة مع دولة قطر. كل اللي بيحصل ده كانت شروط معروفة من قبل اصلا بطولة تنظيم كاس العالم اللي بتقام حاليا في قطر. كان معروف وواضح لكل ان الدولة دي اسلامية، ويجب على الجميع اللي هيجي يحترم الدين والقوانين والاعراف اللي موجودة فيها. احنا كعرب كلنا معروف ان اول قضية عندنا هي قضية دعم فلسطين، لذلك صعب انك تشوف او تلاقي كده بس شبر في المدرجات مش موجود فيه علم لفلسطين. احب اقول لك ان الكلام اللي من النوع ده غلط وعمره ما هيكون صح، وما تصدقوش اي حد يقول لكم اي هبل من اي نوع من ده، لان مفيش مواطن عربي هيبطل ان هو يدعم فلسطين، وعلم فلسطين
هيفضل متواجد في كل بيت عربي مش بس في المدرجات. فلسطين هي قضية كل مواطن عربي حر، غيور على بلاده وغيور على دينه وغيور على امته. تحية كبيرة وغالية جدا لاخواتنا الفلسطينيين، وربنا يصلح لكم الحال. الف مليون مبروك لمنتخب تونس اللي قدر يفشخ بطل العالم فرنسا. والله قدر يفشخها بمبابي بكل اللي عندها، قدر يحط عليهم حطة سواد ويكسبهم 1-0. ده لان الاراده اللي جواهم طلعت وعرفوهم يعني ايه تونس وايه شعب تونس. نعم تونس والسعوديه خرجوا من البطوله، ولكن يشفع لهم اي شيء لان دول كانوا رجاله وكانوا ابطال في ارضيه الملعب. عادي جدا هنتقبل الهزيمه بكل روح رياضيه. بجد والله العظيم انتوا كنتم رجاله في ارضيه الملعب وشرفتونا على الرغم من الخساره. اللعب اللي انتوا قدمتوه ده يشفع لكم، لان بجد انتوا قدرتوا كل الجماهير اللي كانت موجوده وكل مواطن عربي اخد تذكره وجه عشان يشجعك. انتوا كنتوا قد الحكايه دي. ماشي الموضوع كبير عننا فعادي. المكسب الحقيقي لينا كعرب مش في فوز تونس او بفوز السعوديه او بفوز اي بلد عربيه. المكسب الحقيقي لينا كعرب ان بطوله كاس العالم بتقام عندنا في ارض قطر، فده شيء جميل ويشرف كل العرب. اخر حاجه واخر كلمتين لازم تكونوا عارفينهم وفاهمينهم كويس. انتوا دخلتوا البطوله دي ابطال وخرجتوا منها وانتوا ابطال ورافعين راسكم في السماء. كسبتوا الارجنتين بليو ميسي وكسبتوا فرنسا بمبابي والعفاريت اللي فيه. فإياكم في يوم تزعلوا وقدر الله ما شاء فعل. عملتوا اللي عليكم والتوفيق ما كانش معاكم. عادي جدا، يا ويلكم بالخسارة. احنا مش معترضين وفخورين بيكم.